بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد واحباب سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. زي ما انتوا عارفين، بشكر متابعيني وعيلتي الصغيره، اتمنى نكبروا مع بعض ان شاء الله، اكبر بكم ومعاكم ان شاء الله. والنهارده قلت اعمل لكم فيديو شيق شيق شيق، يعني هقول لكم ايه فوق الممتاز. وعملت النهارده كشري، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان الطعم فوق الخيال. يعني كلمة فوق الخيال ده يقليلي فوق الوصف. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشوف علينا وعليكم. واتمنى كده الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، واشوفكم تقولي تاخدوا كم من 10 في الكشري. واتمنى كده انكم تجربوه وتشوفوا تحكموا بنفسكم على الطعم. وبألف هنا وشوف علينا وعليكم ان شاء الله. النهاردة بصراحة الفيديو دي انا تعبت فيه، قسما بالله تعبت، يعني تعبت لدرجة اني مش قادرة اوقف على رجلاي خالص. وجعوني من كتر الوقفة. الحمد لله. بألف هنا وشوف علينا وعليكم ان شاء الله. كده يا رب يعجبكم وينور رضاكم. واتمنى كده الفيديو دي كده يوصل معاكم كده يا رب 20,000 مشاهدي. واتمنى كل اللي يخش القناة ويخش الفيديو يسمع الفيديو لحد الاخر، فضلا وليس امرا، نحط اللايك ويدوس على الكل عشان يوصل له كل جديد، واشترك في القناة فضلا وليس امرا. واتمنى كده ان شاء الله كده تجربوه ويعجبكم. يعني اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا الله. الحر يجي بصراحة، الحر يجي والحر بيجي بصراحة كديتي، والجو يبقى سخن جدا جدا جدا. وانا كنت واقفة في المطبخ والله العظيم خالص كنت اخر عرق من اول شعر راسي كده. الحمد لله. فزي ما كان الجو في الشتاء جو شتاء جدا، فالحر برضو يعرفوا لما يكون الشتاء جدا شتاء برد خالص جامد كده، الحر حياجي برضك حر جامد جدا. فالله الله يكون في عون الناس اللي ما عندهاش تكييف، وربنا ان شاء الله يكرمني ان شاء الله ونجيب لنا كده تكييف يا رب كده. هنخش على درجة على الفيديو ده. الحمص اللي بوريه لكم، الحمص لازم ننيخوه. انا نيخته الساعة 7 واشتغلت فيه من الساعة 12، ودي عدس بجيبه. نيخت الحمص الساعة 7 الصبح ونيخت العدس معاه، واشتغلت من الساعة 12 الظهر. يعني كنت بغسل، بعد ما خلصت غسيل مسحت البوتاجاز واشتغلت على طول. دولة في الصبح قبل ما اغسل رحت نيخت الحمص ونيخت العدس. الحمص لازم يتنيخ، تغسليه الاول غسلي وبعد كده تنيخيه. شايفين ان كل حاجة زي ما معوداكم ان كل حاجة قدامكم. هنا بوريكم ان عدس بجيبي، ودي حمص بلدي. الحمصات ب20 جنيه والعدس بجيبي ب15. هنا انا بفضل المية بالقزاز عشان هغسلهم. هغسل الحمص غسل زين واغسل العدس، وبعد كده بعد ما اغسلهم هخليهم في البول على كده بنفسه، وبعد كده اغطيهم على ما اخلص غسيل الهدوم. عشان انا بغسل على غسالة عادية زي ما انتوا عارفين. بعد ما اخلص غسل الهدوم واروق الدنيا حاجة اشتغل عضل في الكشري. هنا باخد بولة العدس عشان اغسله. غسلت ومدين وهحط لهم ميه قدامكم، وبعدين هغطيهم واسيبهم الكلام دي كان الساعة 7 الصبح. شايفين هدا دلوقتي هحط لهم ميه واغطيهم واسيبهم على بال ما الف واخلص غسيل وافيق اشتغل في تحضير الغدي. تحضير الغدي ابتدت فيه من الساعة كام؟ من الساعة 1. خلصت، يعني خلصت كده تقول 2:30 على بال ما عملت الكشري كله على بعضه. جت 2:30. كنا نتغدى الساعة 3:30 و5 ان شاء الله كده. بس الطعم كان في حتة تانية بصراحة. هنا بعد ما غسلته معاكم وحطيت له مية غطيته. وهنا هوريكم بعد ما خلصت غسيل ودينا هشتغل فيه على بدايته. شايفين ما شاء الله الغلاية بقت بعد ما ناخ. مية العدس ده هناخدها نكبها ونحط لها مية نظيفة
يعني ما ينفعش من المية اللي نيخناه به نعملوا فيها ياكل الحمص. الفوائد كلها في المية اللي نيخناه بها. شوف هيفين المية بقت صفرة ازاي، وشايفين ما شاء الله الحمص اتحجم، يعني معذرة زاد الحمص ما شاء الله. دلوقتي انا اخدت الحمص راح احطه على النار، والعدس راح اكبه منه المية ده احطهم في الحلة، واحط لهم مية نظيفة، واحطهم على البوتاجاز. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. شايفين العدس ما شاء الله بألف هنا وشفي. والكشري والله كان طعمه في حتة تاني بصراحة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم، واتمنى تجربوه ويطلع حلو. طبعا يطلع حلو من يديكم عشان انتوا اللي عاملينه. والواحد لما يجي يخش يعمل الحاجة يقعد يسمي كده ويقول بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، ويقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني الواحد يقعد يقرأ على طول عشان الحاجة تطلع ايه حلو ما شاء الله. معذرة الحتة الحتة باينة شوية، فهخلي جوزي اللي يخلولي وتحي البوتاجاز شوية كده، فمعليش يعني معذرة في الحتة اللي بانت ده. هناك حطيته على البوتاجاز وبغطيه، وهورولكم بعد. شايفين ما شاء الله الحمص لازم نقشط الريمة فيه ده، بس انا عشان كنت غسلاه كويس 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 فما كانش في ريمة قوي الحمد لله. وبعد ما اقشط الريمة كده وكل حاجة هحط له هو والعدس مالح. ولازم اخليه كل حاجة حاجة عشان ما شايفين المعلقة دي معلقة صغيرة يا جماعة، مش معلقة كبيرة. فانا حيقته على كده خلاص، مش عاوز حاجة تانية. وهناتي العدس ما شاء الله اول ما غطيته راح طفح. شايفين حتى هو داعك البوتاجاز. هناك حطيت له نص معلقة ملح اللي هي المعلقة اللي بناكله بيها رز. وجبت البصلات دول طرقتهم عشان هنعمل البصل المكرمل كده، وهنخليه يبقى مقرمش والطعم في حتة تانية بصراحة. لازم تقطعوه هنا صغير كده طرنشات صغيرة، وبعد كده تفتتوه بيديكم. هقطع الكمية كلها اني، وبعد كده راح اوريه لكم كل حاجة قدامكم ومعاكم. بس طبعا مش هينفع انا اقطع كل البصل دي قدامكم. هوريكم يعني الفكري، وبعد كده هقفل الكاميرا واقطعهم واوريه لكم بعدين تاني. شايفين ما شاء الله. ولازم البصل تخليها الطنشات بتاعته رفيعة عشان يبقى ما شاء الله معاكم مقرمش وحال. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. واتمنى يا رب كل اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا يحط اللايك ويشترك في القناة ويدوس على الكل وفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. واتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، واتمنى كده يا رب يوصل اعلى مشاهدات الفيديوهات ان شاء الله باذن الله بكم ومعاكم يا اخواتي في الله. وما تنسوش تحطوا اللايك. شايفين البصل ما شاء الله بعد ما قطعت الكمية ما كانش ينفع اقطع الكمية ده كلها قدام الكاميرا. هنيت راح احطه في البولي واعمله تاني كده افلفس كله من بعضه قدامكم برضه. هوريكم كل حاجة. وهنحط له معلقتين 3 دقيق عشان يبقى، لو عندك دقيق حطه، لو عندك دقيق ونشا حطي معلقة واحدة نشا برضه. لو مش عاوزة تحط نشا ما تحطيش، لو عاوزة تحط دقيق بس. انا حطيت دقيق بس. وطلعت البصلة ما شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم. هنا لازم نعمله الحتة دي عشان ما تبقاش واحدة لابكة في التاني، عشان يبقى البصل كله الطرنشات بتاعته صغيرة ورفيعة. اهو هنا الدقيق شايفين ما شاء الله. دول اللي حطيتهم هم يطلعوا لهم معلقتين او 3، فما تكتروش انتوا خسارة عشان ايه الدقيق ما يتهجرش. زي ما انتوا عارفين كل حاجة غالة دلوقتي في الجو دي وفي الزمن دي. بس هنعملها هنقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. واتمنى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. هناتي الضوء كان فيها زيت فاستخسرت خسارة. هناتي بوريكم بردك العدس. شايفين ما شاء الله استوى ضفت عليه يعني. الله يعلم ما نشكو. هناتي ما شاء الله البصل عملته بالمصفاية خالص كده عشان ما يدعكش الطوى، ما يدعكش دقيق. شايفين ما شاء الله البصل لازم نخلوه يبقى لونه كريسبي كده ومقرمش وتحفة فوق الخيال فوق الخيال. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. واتمنى الفيديو ينور رضاكم ويعجبكم وتجربوه وتقولوا رأيكم. يا رب
هنا هقلبه قليبة انا واحدة كده او قلبتين واسيبه عشان ايه. وهنا حطيت الحلي عشان هحط فيها المكرونة، ورجعت تاني ووريت لكم البصلة. شايفين ما شاء الله البصلة. فهناتي اعذروني حمر شوية بصلة، فما ان شاء الله ما تخلوش انت تحمر زي انا زي كديتاي. والحطة التانية ان شاء الله حوالها وخليها تطلع عبيضة عن كده، بس انتوا ما تخليهاش تحمر زي كديتاي عشان الضوء انا كانت سخنة وما قدرتش امسكها بصراحة. قبل ما جبت فوطة امسك به راحت حمرت. فانتوا ما تقعوش في نفس الغلطة دي، الواحد لازم يقول على الغلط برضو. الغلطة دي ما تقعوش فيها، ما تخليهاش تحمر زي ما انا حمرت مني كده، بس حمرت غصبت عني والله. ان شاء الله في الرصة ده هنوعولها ونطلعها حلوة ان شاء الله. وهناتي هحط المكرونة معاكم. لازم تقولوا هتعمل لما تكون هتعمل مكرونة كشري تقولوا عاوزة مكرونة كشري. هي مكرونة الكشري باينة صغيرة، فانا حطيت كيس من اللي هو الكبير ده، الكيس الكيلو. وهناتي نزلت بالملح بتاعه وحيبته. شايفين البصلة ما شاء الله. فانا هطلعها دلوقتي البصلة. شايفين لونها ذهبي وحلو ازاي. ما قلت لكم مش لازم نخلوها تتحرق يعني، دكاتي حمرت غصب عني عبال ما الضوء كان سخن. شايفين اللون الاولاني من التاني، فلازم الواحد يقول على الغلط عشان ايه غيره يستفاد برضه. فانتوا ما تخلوش تحمر زي ما انا حمر، بس انا مش هتبان عشان هما 3 حطات معذرة 3 حطات بصل. فلازم الواحد هناك المكرونة استوت هحوشها واصفيها. وحطيت لها معلقتين زيتني، يعني انتوا لازم تحطوا لها زيت. انا ما عبال التليفون كان عامل، فحطيت لها 3 معالق زيت عشان ما تجبص المكرونة مننا كده وتبقى عاملة ببعضها. شايفين حطيت مية عشان هحط المكرونة اسباجيتا. وهنا بحط من زيت البصلة بحط عشان هعمل الشعرية والرز مع بعض في حلة واحدة. هنا كيس من اللي هو نص كيلو دي شعري كيس. انتوا لو عاوزة تعمل نص كيس اعمل، بس عشان انا عيالي ما شاء الله كتار فلازم انا اعمل لهم كمية كبيرة. هنا الشعرية بعد ما شايفين ما شاء الله لونها بيجي دهبي ازاي. هنا بوريها لكم. شايفين الفيديو والله العظيم بيتكلم عن نفسه، انتوا بنفسكم شوفونا استاهل كم من 10 فيه. وهنا نزلت بكيلو الا يعني كيلو الا ربع رز. ولازم تقلبيه كده عشان ايه قلبتين 3 مع الشعرية عشان تبقى الرزين فلفلي ويطلع بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم. واتمنى كده تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا وتحطوا اللايك. هنا نزلت بالمية. خلي المية كده ما تخليش المية زايدة عشان ما يعجنش منك. تخلي المية بسيطة كده، ولو عايز مية تاني بعدين وانت حسيتين انه عايز مية وغليته ناشفة بحطي، بس ما تكترش من الاول عشان ما يعجنش منك. خسارة الحاجة غالية، وانتوا زي ما انتوا عارفين كل حاجة في الدنيا دي غالية. انا هنا غطيت عشان استوى، والمية اللي حطيتها معاكم غلط. هنزل في المكرونة الاسباجيتا دلوقتي هكسرها عشان ما تبقاش يعني الواحدة كبيرة. هكسرها براحتك، انت عايزه تكسريها على قطعتين كسريها، عايزه تكسريها على 3 كسريها براحتك انت يعني، عشان ما تبقاش يعني مطلطله جو كده في الشوكه ولا في المعلقه. وهناتي نزلت بالمكرونه وريني بكسرها قدامكم واحطها. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وانه رضاكم، واتمنى تقولوا لي تستاهل كم من 10. بصراحه الفيديو انا تعبت فيه والله العظيم، تعبت فيه، والحمد لله يا رب يديني على كده تعبه ويدي كل واحد على كده تعبه. وهناك نزلت بالملح عشان المكرونه الاسباجيتي تبقى حاجه. وهناك لازم نقلبوه كده قلتين 3 عشان المكرونه ما تعجنش في بعضها. شايفين ما شاء الله الرز بعد ما استوى. شايفين ما شاء الله الغلاية طالعه بغليتها ازاي. بألف انا وشفا علينا وعليكم. اتمنى الفيديو يعجبكم ونرضاكم. وهناك المكرونه برضو الاسباجيتي استوت، هاخدها اصفيها برضو وهحط لها معلقتين زيت. المكرونه الاسباجيتي بعد ما اصفيها احط لها معلقتين زيت عشان ما تلصقش في بعضها. هناك نزلت بزيت الشطه بزيت المعزره مكان البصله. وهعمل الصلصه تحت الكشري. حطيت معلقه توم كبيري، وحطيت نص معلقه صغيره ملح. وما تخليش البصله جوه تحمر. شايفين ما شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم. اتمنى يا رب. شايفين الصلصه ما شاء الله اللون بتاعها، اللون بيتكلم عن نفسه. شايفين ما شاء الله. هنا بوريكم الصلصه بعد ما غلت وقربت تستوي كمان. هنا هعمل الدقه بالخل. شايفين ما شاء الله الدقه بالخل يا جماعه، مش التوم عشان ما يسفر ولا يحمر.
الدوم زي ما تديله ناخده بس الهن بتوعه ديتي، الريحة بس تنزلي بالخل عشان تعمل كمية دقة الخل يعني. هنا دقة زيت الخل بوريها لكم، شايفين ما شاء الله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. لو عايزين تحطوا لها ربع كوباية ماء عشان ما تبقاش حادة جدا عليكم حطوا. فهناك انا وريها لكم. وهناك هعمل زيت الشطة. انا قلت لازم اعمل لكم الفيديو كامل متكامل ان شاء الله. فالشطة ما تخلوش الزيت سخن قوي عليها، انا برضك الزيت سخن برضو مني قوي عليه، فاخد لون يعني شوي. شايفين ما شاء الله. هناك انا حطيت لها معلقة واحدة من تحت الصلصة بتاع اللي عاملينها للكشري، عشان تبقوا ايه عارفين برضو. انت عاوزين تحطوا لها حطوا لها، مش عاوزين تحطوا لها ما تحطوا لهاش. بس انا عيالي قالوا لي ماما حط لها معلقة من دي. والزيت بتاع الشطة طلع ما شاء الله. هنا هنغرف التحضير. شايفين المكرونة زي ما انا قلت لكم حطوا لها معلقتين 3 زيت عشان ما تعملش منيكم. شايفين ما شاء الله المكرونة طلعيه ازاي. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. وشايفين الرز ما شاء الله وجمال الرز بالشعري. الكشري دي والله العظيم كان طعمه فوق الخيال، الطعم والريحة. يعني انا كانت بنتي الكبيرة جاية من الدرس، هي في 3 سنة وربنا يكرمها، ادعوا لها ان ربنا يكرمها وتنجح وتقفل يا رب، وهي وكل اللي زيه. وشايفين المكرونة الاسباجيتي. فانا قلت لكم برضو المكرونه الاسباجيتي لازم تحط لها معلقتين 3 زيت عشان ما تعجنش في بعضها. العدس بجبه شايفين ما شاء الله. انا يدي نظيفه وغسلاها قسما بالله بصابونه الديتول. لازم الواحد لما يكون بيحضر اكل يغسل يده بصابونه الديتول، عشان زي ما انتم عارفين الجراثيم والبكتيريا دول في البطون مش حاملي. شايفين بألف هنا وشفا علينا وعليكم. شايفين انتوا احكموا كده احكموا بنفسكم كده على الرز والشعريه الكشري عامه كله طالع بألف هنا وشفا. بصراحة جوزي ربنا يخليه لي ويبارك لي فيه. شايفين عدد بجيبه مستوي وطعمه خضر ازاي، والطعم والريحة. ايوه جوزي قال لي ممتاز، صح بذمتك؟ قال لي اقسم بالله ممتاز. قلت له بألف هنا وشفا علينا وعليك ان شاء الله. هناك الصلصة شايفين ما شاء الله. هناك راح اغرف معاكم الصلصة برضو اللي هي بتاعت الكشري، عشان انا حاطة في الطباقة، بس اللي عاوز يحط بالمعلقة يحط براحته. يبقى انا عملت لهم الصلصه بتاعت الكشري، وعملت لهم زيت الشطه، وعملت لهم الدقه بالخال، وهم براحتهم العيال ينوعوا براحتهم. وهنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.